السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الرضا من رب العالمين. تعالوا نصلي على النبي ونخش الفيديو الجديد ده خالص. واحنا فين هنا؟ احنا عندنا في البلد في الشرقية. انا اول مرة اصور فيديو في الشرقية. احنا كان اخويا عازمنا وكده بمناسبة، يعني مناسبة امي وكده الثانوية بتاعتها. يا رب ما حدش يشوف اي حاجة وحشة في حد غالي عليه. وطبعا كالعادة انا بعمل الاكل. انا هنا جبت الفراخ طبعا، غسلتها ونقعتها وحطيتها كده، عملت لها الخلطه بقى اللي هي ضربت بصلتين حلوين وكام قطايه كده، وحطيت الفلفل والبهارات ودعكت الفراخ كده، وكمرتها في الحله دي كلها. كل الكميه بتاعتنا حطيتها كده بالشكل ده، وغطيت عليها وسبتها طبعا، والليمون ومنقوعه وزي الفل. خلاص. وخلاص كده بقى، انا قلت اخلص يعني اسويها مره واحده. قعدوا بقى طبعا، انتوا عارفين لما يكون في لمه والاخوات كل واحده برأي. انا قلت انا هحطها وبظروفها بقى زي ما تطلع، يعني الحمد لله عدت على خير. وهنا جبت البصل قطعته كده كرات زي ما انتوا شايفين، وجبت الملح. بيقولوا لي انت مالك بتحطي كده ليه؟ انت بتعملي ملح كل ده؟ ويعني في صينيه من الصواني طلعت حادقه شويه، بس كان بقيه الاكل كان حلو وظبطناها يعني، واتاكلت ما فيش حاجه قعدت. المهم احنا كنا عاملين حاجه كده بسيطه على روح امي، اخويا ربنا يخليه يا رب ويفتحها عليه. وقال لها نعمل حاجه بسيطه كده ونفرقها على روح امي الله يرحمها. فجبنا، قلت اسهل حاجه زي ما انتوا عارفين، البطاطس، صواني البطاطس والرز والفراخ بالطريقه اللي انتوا عارفينها. وجبت هنا طبعا كميه البطاطس قطعتها كده شرايح، جبت دول كانوا 5 كيلو. طبعا احنا عملنا الاكل ده وعملنا تاني كميه تانية قد اللي انتوا شفتوها دي. يعني احنا عملنا الكميه دي وعملنا تاني كميه قدها تاني. المهم انا قلت اخلص الاكل، احنا كده كانت الساعه تطلع لها 10:30. حطيت الفراخ الاول وخلصت منها، وجهزت البطاطس طبعا عشان يعني الاكل ده كان لازم يخلص قبل صلاة الجمعة. فقلت اخلص منه الاول، فانا جبت البطاطس كده وعملتها كلها بالخلطة اللي انتوا عارفينها، ملح وزيت وبصل، ولو في فلفل رومي، وفصين ماجي على الصينية. وظبطت الملح وظبطت المية بتاعتها طبعا، وبنحطها تاخد غلوتين كده على النار، وبعدين بنحطها في الفرن. خلاص اهو، انا هنا لقيت الكمية. طبعا البطاطس كانت كتير على الصينية، فقسمتها في الصينية التانية دي، كانوا كده يا دوبك معقولين، عشان وهي بتستوي من فوق ما تبهدلش الدنيا. خلاص. وهنا كمان اهوت، خلاص الحمد لله البطاطس كمان خلصتها. طبعا هما مش مبطلين رغي، لكن انت تخيلوا انا مش مسيطرة عليهم ان هم يبعدوا عني عشان انا بصور، مش سايبيني في حالي. كل واحد برأي، مش فاهمة الحاجة اللي فيها كذا شهرة دي ما بتبقاش حلوة، بس الحمد لله عدت على خير. يا رب دايما تتجمعوا في الخير والفرح والهنا، وما حدش يشوف اي حاجة وحشة في حد غالي عليه يا رب. بس خلاص كده، وخلصت اهوت البطاطس كمان. وقلت لهم اطلعوا، الفرن اللي جنبي كانوا خايفين يولعوه، فحطيتها على جنب على الشعلة اللي انا كنت بسوي عليها الاكل، وخدوها حطوها في الفرن. كانت كده خلاص البطاطس ظبطتها. عمالين يقولوا لي خلاص كفايه كفايه، اختي واقفه عمالة الكفايه. الفلفل نسيت الحته، حط الفلفل، هات الفلفل، حطيته وقطعته، غسلته وقطعته كده على وش الصينيه. وكانت البطاطس تحفه، والاكل كان قرفته زي العسل. والحمد لله ان اليومين دول عدوا على خير. شفنا العجايب والله العظيم. طبعا اخواتي بعيالهم بولادي حاجة يعني، ما انتوا بقى تقدروا تتخيلوا المنظر كان عامل ازاي اما نكون احنا الاربعة بعيالنا ملمومين. تبقى الحياة صعبة. اخويا وابويا كانوا طفشانين من البيت. بس. وخلاص كده بقى، الحمد لله خلصت. مش عارفة ليه البطاطس مش عايزة تخلص الصراحة. كل ده بعمل فيها. انا عمالة اقول لبنتي اختصري يعني عشان الناس ما تزهقش. بس هي جت طولت شوية، جابت البطاطس من الألف للياء، وقصة الفلفل دي كمان اللي جت في الآخر خدت وقت شوية. طبعا الجو هناك مش قادرين نقول لكم على التلج اللي احنا شفناه في اليومين دول. الجو كان ساقع جدا، نشفنا. بس وخلاص الحمد لله، انا كده خلاص خلصت.
وكان ده شكل البطاطس. خلاص انا كده هعلق عليها بقى عشان خاطر ايه اشوف الرز. احنا كده خلاص، احنا داخلين على الساعة كام؟ على الساعة 12. صلاة الجمعة شغالة وعايزين ننجز. خلاص خدوا البطاطس من قدامي. وايه، احنا عارفين ان 50 وجبة بياخدوا 5 كيلو رز. حطيت جبت هنا دول 2 كيلو شعرية، الحلة طبعا كبيرة، وعملت بتاع 3 كيلو ونص رز، 4 كيلو عليهم. فهتحطي طبعا بتاع كيلو ونص شعرية، وهتحطي او 2 كيلو شعرية و3 كيلو رز. وهنا كانت اهي الفراخ ابتدت ايه تعمل في بعضها. صح، بصيت عليها كده بص عشان ايه عمالين يقلقوني الفراخ ومش الفراخ، وواقفين على دماغي. قلت لهم يا جماعة لسه سيبوها شوية، وغطيت عليها تاني الحلة. طبعا انا ما بقلبش. طب احنا عايزين رز للشوربة، قلت لهم لا احنا مش هنحط شوربة، احنا هنعمله بمية عادي. وفعلا عملناه بميه، وجي في الاخر كده ايه حطي معلقتين شوربه من عليه. طيب ماشي، نحط معلقتين شوربه. هنا طبعا الرز خلاص اهو اتعمل. انا طبعا اللي هناك الشعله اللي هي ام 2 عين دي حلوه، اللي بنطبخ فيها في المناسبات دي، جباره الصراحه عشان تسوي الكميه دي كلها وتنجزي. البوتاجازات التانية ما بتاخدش الحلل دي. خلاص اهو، خلاص خلصت. طبعا قعدت اقلب لحد ما اتفحت. يا خلاص يا ست يا ست، خلاص البتاع كفاية تقليب. يا جماعة اصبروا، انتوا مستعجلين على ايه؟ ما تهدوا شوية علينا. طيب يا اختي، خلاص خلصت اهو. حطيت المية، سقيت كمان الرز وظبطته، حطيت له الملح الحمد لله، وخلاص. خلاص ماشي تمام. تعالوا بقى نخش على الفراخ. مش مريحين، الفراخ هتطلع نية، الفراخ هتتهري. طيب ان شاء الله مش هتبقى حلو. ادي الفراخ يا جماعة قدامكم. جبت هنا بتاع كيلو قوطة، ده فرمته في الخلاط على بصلتين، وحطيت البهارات وشوية زيت وشوية ملح، وفي الفرن زي ما انتوا شايفين. ودي كانت الكمية كلها بعد ما خلصتها. وده كان شكل الاكل. يلا يا جماعة نغرف الوجب بقى. بصوا بصراحة حاجة معمولة بحب وبنفس، يا رب صوابها يروح لأمي ولكل المسلمين جميعا يا رب، كل أمواتنا وأموات المسلمين. بألف هنا وشفا. وده كان شكل الأكلة دي. البطاطس طلعت تحفة اهي، والرز. وهم طبعا واقفين عاملة حصار عليهم عشان محدش يقرب عليا، هيهجموا عليا. بس وخلاص، انا بس حبيت اوريكم المنظر الاخير. بألف هنا وشفا على قلبكم يا رب، عقبال ما تعملوا في الفرح والهنا. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.